غادرت مصر منذ قليل بجنازة عسكرية في القاهرة جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفى الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيع الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيين كبار من رجال الدولة. وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على أثر احتجاجات شعبية عام 2011، وأمضى بضعة سنين بعد ذلك في السجن وفي مستشفيات عسكرية قبل إطلاق سراحه عام 2017. وتوفي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع على خوضه لعملية جراحية. ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 73 التي كان خلالها قائد للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية انحداد العام 3 أيام. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مبارك بتهمة الاشتراك في قتل 239 متظاهرا خلال انتفاضة عام 2011، لكنه تم الإفراج عنه في 2017 بعد تبرئته من تلك التهم. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم واجب العزاء للسيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك بعد انتهاء مراسم الجنازة العسكرية. وشهدت الجنازة تواجد حرم الرئيس الأسبق سوزان مبارك في أول ظهور علني لها منذ تخلي الرئيس الراحل عن السلطة في 2011، حيث حضرت في سيارة مع نجلها جمال مبارك فيما رافق علاء مبارك جثمان والده في الطائرة الهليكوبتر. وحرص رجال مبارك السابقين مثل أحمد عز وزكريا عزمي على تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.